وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق من أيام كانت أعلنت عن 3 ممارسات عامة لأعمال هدم وإزالة وبيع أنقاض مباني في حرم قطار أبو قير. ممارسة عامة لإزالة مباني مركز التدريب وبعض المنشآت بشركة النحاس. ممارسة لأعمال هدم وإزالة وبيع أنقاض 13 مسجد تم إخلاءهم بمسار مترو أبو قير. والممارسة الثالثة لأعمال هدم وإزالة وبيع أنقاض المنشآت القائمة في نفس المسار من محطة مصر لأبو قير. وقدمت شركات كتير متخصصة في أعمال المقاولات العامة للفوز بتنفيذ الممارسات دي. والنهاردة الاثنين 4 ديسمبر 2023 كان موعد لاستلام المظاريف الفنية والمالية والتأمين الابتدائي الخاص بالشركات دي. ايه اللي تم النهاردة خلال جلسة تسليم المظاريف؟ مصير المباني والمنشآت بطول مسار قطار أبو قير، كل ده هنعرفه. بس الأول لو مهتمين بكل اللي بيحصل في محافظة اسكندرية يا ريت دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والمتابعات والأخبار الجديدة. ويا ريت لايك للحلقة، وزي ما تعودنا تقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود ويلا نبدأ. مباني كتير ممكن تكون بتعيق تنفيذ مشروع مترو أبو قير، في منها اللي مبني بتعديات على أرض هيئة السكة الحديد، ومنها مباني مملوكة لهيئة السكة الحديد بالأساس زي المحلات اللي بيتم تأجيرها، مباني المحطات ومنشآت الخدمات بداخل كل محطة. 13 مسجد تم إخلاءهم من فترة وتم تعويض وزارة الأوقاف عنهم لبناء مساجد بديلة أو تطوير المساجد القريبة من مناطق المساجد دي. ده غير مباني شركة النحاس اللي تم تخصيصها لإنشاء ورشة للعمرة الجسيمة ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية الضغط العالي اللازمة لتشغيل مترو أبو قير. وبالفعل شفنا الفترة اللي فاتت وغطينا لحضراتكم في حلقات سابقة أعمال هدم وإزالة في مباني شركة النحاس منطقة حجر النواتية. شفنا مع بعض الشركة المنفذة للمترو في أكتر من موقع وفي أكتر من محطة تقوم بأعمال مجسات التربة وأعمال تجهيزية لازمة لإنشاء المترو. لكن لسه في مباني من اللي ذكرناها لحضراتكم في مسار القطار لم يتم إزالتها، وعلشان كده وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق أعلنت عن 3 ممارسات خاصة بهدم وإزالة وبيع أنقاض المباني دي. ممارسة خاصة بمباني أرض شركة النحاس، وممارسة خاصة ب 13 مسجد، وممارسة خاصة بباقي المنشآت. قدمت 27 شركة مقاولات مظاريفها الفنية والمالية النهاردة علشان يتم مراجعة المظاريف الفنية واختيار أعلى شركة مقدمة سعر في كل ممارسة. الهيئة استلمت الملفات دي وبلغتهم إن خلال 15 يوم هيتم مراجعة المظاريف الفنية اللي قدمتها الشركات واختيار الشركات المقبولة فنيا، وهيتم دعوتهم لحضور جلسة لفتح المظاريف المالية علشان يتم اختيار شركة منفذة لكل ممارسة تمهيدا لبدء الأعمال. لو الحلقة عجبت حضراتكم وحابين تتابعوا كل ما هو جديد في محافظة اسكندرية يا ريت دلوقتي تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار كل الحلقات والمتابعات والأخبار الجديدة. ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود وشكرا لكم.